السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة وصفات مطبخ ماما. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب، وعلى الأمة العربية والإسلامية كلها يا رب بإذن الله. النهاردة بقى إن شاء الله هعمل مع بعض معاكم الفتة. أنا هنا جايبة دي لحمة بتلو. طبعا أنا بحب لما أعمل الفتة بالذات في العيد يعني. بحب أجيب اللحمة البتلو بصراحة. دي بتبقى لحمة بالعظم بتاعها وبتبقى خفيفة جدا. وطبعا لو حد بقى مريض قلب او كده دي بتبقى صحية جدا بصراحة ليه. هنا انا جايبة كيلو من اللحمة. طبعا كنت حاطاه في الفريزر، طلعتها تفك. هبدأ بقى ان انا افكها من الكيس بتاعها واحطها في مية اغسلها. وطبعا هبدأ ان انا اقطعها لان هي كانت على بعضها، يعني انا اشتريتها من عند الجزار. حطيتها في الفريزر على طول، ما يعني ما قطعتهاش ولا غسلتها. فالنهارده بقى طلعتها تفك. وهنا انا كنت قطعتها بقى، وهبدأ بقى ان انا ايه اغسلها ونشوف بقى هنعمل ايه. هنا انا جبت حلة فاضية حطيت فيها اللحمة. طبعا في حاجات اتقطعت معايا بسهولة وفي حاجات ما اتقطعتش لان في قطع عظم كانت ناشفة شوية فسبتها زي ما هي يعني. هنا بقى طبعا انا بحب قوي ان انا ادي اللحمة تشويحة كده قبل ما يعني ما تتسلق، وقبل ما احط عليها الشوربة. بحب ان انا اديها تشويحة بسيطة يعني. فانا هنا هحط اللحمه كلها، جبت حله ناشفه. سبتها لحد ما تنشف خالص، وهنزل بقى بيها باللحمه واسيبها بقى انها تنزل كل الميه اللي فيها. طبعا هي الحركه دي بتبقى حلوه قوي، ولو انت بقى عايزاها تكون دسمه شويه ممكن تحطي قطعه زبده في قلب الحله الاول، وبعد كده تشوحي بقى فيها اللحمه. لما بتيجي تحطي الميه عليها بتلاقي بقى الشوربه بتديكي دسامه كده، بتحسيها انها دسمه لو انت طبعا حابه ده. انما احنا علشان كده كده احنا اصلا بنحب البتلو علشان صحية. فبحب ان انا يعني ما احطش زبدة ولا اي حاجة، عشان عندي كمان ماما عندها القلب، فما بحبش ان انا يعني اخلي الاكل دسم زيادة عن اللزوم. هنا بقى جبت قوطة وبصل، وده حبهان على لورا بطحنه في الكبة. بيبقى على فكرة حلو قوي وريحته بتبقى احلى لما تحطيه صحيح. وجبت بقى هنا فلفل اسود، وحطيت بقى كل الكلام ده على بعضه. وهبدأ بقى ان انا اسيبها انها تتشوح مع بعضها. هي بقى طبعا لما اتشوحت كنت انا غالية مية على النار. بدأت بقى ان انا انزل عليها بمية مغلية. وده اهم خطوة، لازم المية بتاعتك تكون سخنة، فوانتي بتشوحيها لازم تكوني حاطة مية بتسخن او حاطة الكتل. هنا بقى انا جبت العيش ده قطعته، ده عيش فلاحي. انا جبته وكسرته قطع صغيرة. عفوا. انا هنا بقى بحب ان انا اشوح العيش في زبدة. ويمكن انا اول ما فتحت القناة خالص يعني في البدايات خالص كنت عملت معاكم الفتة قبل كده. وقلت ان دي من الحاجات اللي انا بحبها، ما بحبش ادخلها الفرن تتحمص. لا انا بحب اجيب قطعة زبدة كده تكون كويسة يعني، واسيبها انها تفك، وعلى البوتاجاز بشوح فيها العيش. دي بقى بتبقى جميلة قوي لان بتبقى متشربة كل كمية الزبدة اللي موجودة، وبيبقى طعمها حلو قوي. انما لما بتحطيها في الفرن كده وترشي عليها حبة زبدة وتسيبيها في الفرن، بتحسي ان الزبدة بتطير او بتروح، مش عارفة يعني، بس بحس ان هي يعني مش متشبعة بيها قوي. انما هنا بصراحة لما بتشوحيها على البوتاجاز، بتلاقي بصراحة بقى اتشربت كل الزبدة وبيبقى العيش طعمه جميل جدا. هفضل بقى طبعا اقلب في العيش لحد ما ما احس ان هو اتشرب كده والزبدة كلها واخد لون معايا. طبعا انا بحب قوي اعمل كل حاجه في اوانها، يعني قبل العيد الكبير ده انا بحب ان انا اعمل الفته في العيد. ما بحبش اعمل قبل العيد، بتحس ان الحاجه زهوتها في العيد راحت. علشان كده انا بحب اصور معاكم الفته والاكل في وقته. هنا بقى طبعا كنت حمرت العيش هنزله. طبعا هنا بقى كان في فتاويل بتاعه العيش احمرت. دي انا ما نزلتهاش، هسيبها في قلب الطاسه هرميها يعني. ولو ان بصراحه انا ما رميتهاش، انا اكلتها بصراحه كانت مقرمشه وكانت الزبده كلها كانت فيها، وكان طعمها حلو قوي. هنا بقى بصوا العيش شكله جميل ازاي، وعايزه اقول لكم ريحته تحفه. هبدا بقى هنا طبعا ان انا اعمل الخل والثوم. جبت برضو هنا بقى ما حطيتش زبده، انا حطيت سمنه عاديه. وهنزل بقطعه ثوم مفروم. وهبدا بقى ان انا اشوح الثوم بقى فيها لحد ما تطلع له كده ريحه جميله يعني.
ما نحمرش التوم قوي للدرجة، احنا بس ايه، نخلي ريحته تطلع كده وياخد لون ذهبي. هنا بقى التوم كان خلاص كده، كان بدأ بقى ان هو ياخد ايه، ياخد بقى لون بقى كده معايا. هبدأ بقى ان انا انزل الايه الخل. هنا بقى انا كنت طبعا العيش زي ما قلت لكم انا فضيته في طبق تاني وسبته بقى ان هو يبرد على ما اعمل الخل والثوم. هنزل بقى بحبة خل كده مناسبين. طبعا يفضل ما تكتريش قوي علشان ما تبقاش الخل باين فيها قوي يعني، فبنحط كمية مناسبة. هبدأ بقى انزل بشوية ملح، وبحط معاها حبة شوربة دجاج بودر وحبة كزبرة ناشفة. بس مش هحط اي حاجة اكتر من كده بصراحة، بتخلي ريحتها حلوة قوي، وبالذات الكزبرة الناشفة. يعني الناس اللي بيحبوها لما بتحطي حبة في الخل والثوم مع حبة بقى شوربة دجاج، او لو انت ما عندكيش بودر ممكن تحطي قلب عادي، بصراحة بتبقى طعمها حلو. هبدأ بقى ان انا اسيبها بقى انها تغلي كده، وهنزل بقى بيها على العيش. هنا بقى طبعا نزلت، وكانت طاسة هنا معايا كان فيها حبة توم يعني وخل، هنزل بيهم بكبشة واحدة بس شوربة. عايزة تزودي براحتك، بس انا ما كنتش حابة ان العيش يبقى بايش قوي بصراحة، فانا استكفيت بكبشة واحدة كده، وهحطها بقى على العيش وهقلبه واغطي عليه. هنا بقى انا لما عملت الحركة دي بقى، وما تكتريش عيش، بتحس ان العيش مقرمش كده، لان احنا كمان الرز بنحطه على العيش سخن، فسخونية العيش مع كبشة الشوربة اللي انت حطيتيها هتخلي العيش معاكي متماسك وحلو وانت بتاكليه. انما لو كترتي اكتر من كده للاسف بتبقى دايبه قوي قوي كده، وتحسي ان العيش مهري ما بيبقاش طعمه حلو. ولو مش حابه تحطي شوربه عادي برضو، في ناس ما بيحطوش شوربه، بيحطوا الخل والثوم بس والعيش، ويحطوا الرز سخن وخلاص. هنا بقى في نفس الطاسه اللي انا عملت فيها الخل والثوم هعمل بقى فيها الصلصه. فجبت برضو معلقه سمنه، وحطيت بقى معاها معلقه توم، وهبدأ بقى ان انا ايه، اشوح بقى البصلة، سوري البصلة، اشوح الثوم في قلب السمنة، ومجهزة بقى القوطة معايا. هنا برضو هسيب برضو هنا الثوم برضو ياخد لون خفيف كده، واول برضو ما احس برضو بان ريحة الثوم طلعت بقى معايا، هنزل بالصلصة على طول. طبعا الريحة بقى مش قادرة اوصف لكم بصراحة، ريحتها حلوة قوي، وبالذات لما تعملي الصلصة بقى مكان الخل والثوم اللي انت عملتيه. هنا بقى هنزل بحبة ملح وحبة شطة وحبة فلفل، مش هحط حاجة اكتر من كده في الصلصة، ولا بقى بهارات ولا اي حاجة تاني، هو ملح وفلفل بس، وحبة شطة حمرا. والشطة الحمرا هنا معانا اختياري، يعني انتي لو مش حابة تحطي شطة براحتك. هسيبها بقى تتسبك بقى على نار هادية، وابدأ بقى ان انا ايه، اعمل بقى الرز. هنا بقى طبعا قبل ما هعمل الرز قلت هحمر يعني جزء من اللحمه. حبيت ايه، طبعا مش بيحبوها محمره كلها، بس انا قلت ايه، احمر حوالي 4 حتت كده ولا حاجه، والباقي اسيبها في الشوربه. لان زي ما قلت لكم انا ماما عشان تعبانه وعندها القلب، فيعني الحاجات اللي بتبقى فيها زيوت او سمنه كتير بتبقى غلط عليها، فانا صحيا ليها انها بتحب الحاجه المسلوقه يعني، او المشويه. فانا بحب بقى ايه ان انا يعني برضو احمر فيها، فقلت بقى احمر جزء واسيب جزء في الشوربه. فانا هنا حمرت 4 قطع بس، حطيتهم برضو في حبه يعني معلقتين سمنه. واول بقى ما تاخد لون بقى اللي هو اللون الذهبي ده كده، مش هغمقها اكتر من كده، هطلعها على طبق،
وبعد كده في مكان بقى تحمير اللحمة ده انا هعمل الرز بتاع الفتة. عايزة اقول لكم الرز بصراحة كان طعمه حلو جدا، يعني لما اخد من مكان تحميرة اللحمة بصراحة اداله نكهة حلوة قوي. وانا اول مرة على فكرة اعمل الخطوة دي، لان انا ما كنتش بحمر اللحمة بتاعة الفتة قبل كده، كنت بسيبها مسلوقة يعني. هنا بقى كنت غاسله الرز كويس وسبته بقى يتصفى. هنزل بقى بيه في قلب السمنه بتاعه مكان اللحمه، وهقلبه كده شويه يعني اشوحه في قلبها. حتى قلت مش هعمله في الحله، انا هعمله في قلب الطاسه مكان التحمير. كده كده انا اصلا ما كنتش عامله كتير، لان احنا مش بنحب الاكل يعني ان هو نبقي منه، لان احنا 3 افراد بس، انا وبابا وماما، فاحنا عددنا مش كبير، فما حبيتش ان انا اكتر عشان ما يتبقاش. لان طبعا انتوا عارفين بقى العيد كل سنه وانتم طيبين، احنا كل يوم بنعمل اكل شكل، فما بحبش يعني الاكل البايت يعني، او الاكل يتفضل ويبات، لان كده كده مش هيتاكل يعني. هنا بقى انا بحب قوي احط في الرز شوربه، يعني انا دي بطبيعتي لما احب اعمل رز في العموم بحب قوي اسقيه شوربه. فطبعا بقى شوربه اللحمه بصراحه كانت حلوه يعني، وكانت خفيفه وكده، فقلت بقى ايه اسقي بقى الرز. هنا بقى كنت خلاص حطيت بقى العيش في الطبق بتاع التقديم، وهنا الصلصة اهي كانت اتسبكت زي ما حضراتكم شايفين. بحب بقى برضو من الحاجات برضو اللي بتخلي العيش برضو طعمها حلو، ودي اختياري بس يعني جربيها بجد يعني، ان انا بحب قوي احط صلصة على العيش. يعني في بعض الناس ممكن ما يحبوش العيش، ياكلوا بس الرز بالصلصة ويسيبوه، انما لا، لما انت بتعملي العيش بالزبدة زي ما انا عملت كده، وكمان ترشي عليه كام معلقه صلصه كده، تديله يعني طعم بصراحه وريحه حلوه قوي. وهنا الرز بقى كان خلاص خلص كده معايا، وما شاء الله طالع مفلفل وجميل جدا، لان انا ما زودتلوش ميه، انا حطيت الميه على القد يعني. هبدا بقى ان انا اوزع الرز على العيش. حابه انت بقى تقلبي الصلصه في قلب العيش قبل ما تحطيهم في طبق التقديم برضو براحتك، حلو جدا يعني، بالطريقه اللي انت بتحبيها اعملي بيه. اهم حاجه ان انا سبت الصلصه لحد ما اتسبكت كويس قوي بصراحه، لاني مش بحبها يعني تبقى ايه تبقى خفيفه كده، بتبقى احلى وافضل يعني. عايزه اقول لكم بصراحه كان طعمها حلو جدا، وما بقاش منها حاجه خالص بصراحه، لان طعمها كان جميل. والعيش كمان يعني عايزه اقول لكم كان طعمه حلو قوي. الزبده بصراحه كانت عامله فيه شغل جامد يعني بصراحه. هنا بقى كده خلصت، ده بقى الشكل النهائي ليها. حطيت هنا بقى عندي لحمه في شوربه، ودي اللحمه اللي انا حمرتها، وطبعا معاها بقى طبعا المخلل. حابه تعملي سلطه براحتك، بس انا فضلت ان يكون جنبها مخلل. ويا رب بقى تكون وصفه النهارده عجبتكم، كل سنه وانتم طيبين. واتمنى لو الفيديو عجبكم، اتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.